وخليت أنا قدامي طبعا صورة مرأة عجوز أو امرأة متقدمة بالسن، وحاولت أقلد التجاعيد اللي موجودة على وجهها وأرسمها على وجهي. وأكيد ورا كل خطوة لا تنسون الدمج، الدمج ثم الدمج. واستخدمت بشكل عام 3 ألوان: أحمر أو بني محمر، لأنه الإنسان ما يتقدم بالسن بشرته تكون حساسة وتكون بها احمرارات، وبني متوسط وبني غامق بس. والبني حاولي لا يكون يعني لونه حار، يكون لونه بارد حتى يكون أكثر قريب للظلال. وبعدين راح أخلي شامات صغار صغار، لأنه أيضا الإنسان ما يتقدم بالسن تقوم تطلع شامات، تقوم تطلع تصبغات. وشوفون دا أحط يعني تصبغات هسه على قستي أو جبهتي، وتصبغات منه ما أدري طبعا بيش متفاولة لروحي. وراح أخذ هذين اللونين الأبيض والبيجي، راح أحاول